كابتن خلينا اطمن من حضرتك، النهارده عرفنا انه في التمرين كان في اصابه لعماد متعب خرج، اطمن منك على عماد متعب ونطمن على الفريق في تواجد حضرتك دلوقتي. والله الحمد لله، يعني يمكن الفرقه الفتره اللي فاتت يعني بتمرن بشكل كويس، بنجهز الفرقه بشكل كويس للفتره الجايه. يمكن الحمد لله يعني حسمنا الدوري، ولكن عندنا 4 مباريات مهمين بالنسبه لنا، يعني خدنا الدوري بشكل كويس. يهمنا برضو ان احنا ننهي المسابقه بشكل كويس، بشكل ايجابي. وبرضه بنستعد في نفس الوقت للسفر للمغرب، علشان عندنا طبعا مباراه اكيد اللي هي مباراه الوداد، لانها طبعا دي بالنسبه لنا يعني اي نتيجه ايجابيه بالنسبه لنا طبعا بتدينا يعني فرصه كبيره ان احنا موجودين الدور اللي بعد كده ان شاء الله. ان شاء الله. يمكن النهارده عماد متعب في نهايه التمرين كان كره مشتركه مع هاني، اتخبط في انكل رجله، يعني ما قدرش يكمل التمرين، ولكن الدكتور قال لي يعني هي كانت بسيطه، وان شاء الله بكره ان شاء الله يكون موجود مع الفرقه، يعني ان شاء الله ما فيش مشاكل، يعني اتمنى ذلك يعني. ان شاء الله باذن الله. بالنسبه للعيبه الدوليه، في كام لعيب هيريحوا بقى خلاص، انتوا مش هتستخدموهم في ال4 ماتشات الجايه؟ لا يمكن اللعيبه الدوليه احنا النهارده اللعيبه اللي ما شاركتش في المباراه بتاعت تونس كانوا النهارده خدوا راحه يوم وجم النهارده اتمرنوا. باقي اللاعبين ان شاء الله يكونوا موجودين بكره، بالاضافه لعلي هيكونوا موجودين مع الفرقه، وكده تكون الفرقه طبعا كل اللعيبه موجوده. اكيد الفتره الجايه في لعيبه محتاجه تريح، محتاجه تبعد عن المباريات شويه، وفي لعيبه محتاجه تدخل، محتاجه تكون موجوده في الصوره بشكل كويس، وده اكيد فكر الجهاز وكابتن حسام الفتره الجايه اكيد ان شاء الله. ان شاء الله. هتستبعدوا كام لعيب او هتريحوا كام لعيب؟ يعني انا يعني مش ما اقدرش اقول كام لعيب بالظبط او نريح كام لعيب، لانها دي هتبقى فيها معايير كتيره، المراكز وجاهزيه اللعيب. ممكن لعيب محتاجين يكون موجود، محتاجين يشارك في بعض الاوقات، في لعيب تاني محتاج يريح، يعني ما اقدرش اقول لك كام بالظبط اللي يقدر يريح، ولكن الاكيد ان في ناس طبعا لازم هتريح اكيد. ايه الفرق ما بين علي معلول مع تونس وعلي معلول مع النادي الاهلي يا كابتن ايوب؟ يعني مع تونس شفناه حاجه صاروخ بقى، وينج وباك ليفت وعامل كل حاجه في الكوره، يعني في الاهلي حاسين انه يعني مقيد، يعني حضرتك اشرح لنا بقى. لا يمكن تألق علي مع المنتخب خلى في تساؤلات كتيره، الواحد حتى بيشوف على السوشيال ميديا وكده. ناس كتير بتقول هو علي بتاع تونس ويعني فين من النادي الاهلي يعني انا مش لاقي تفسير معين اقدر اقوله، ولكن يمكن احنا في النادي الاهلي ممكن تكون طريقه لعب الفرق اللي بتلاعبنا مختلفه تماما عن الاداء المنتخب مثلا الوطني. في تضييق مساحات على علي بشكل كبير، في تركيز معاه بشكل كبير. يمكن اعتقد في مباراه المنتخب كان عنده يعني علي عنده الجانب الهجومي يمكن مميز فيه، عنده التلك الهجومي لما بيستلم فيه الكوره لعب على احمد فتحي، لعب على احمد فتحي. مش قصدي لعب على احمد فتحي، يمكن الحته التلت ده يمكن لما بيستلم فيه باريحيه بيقدر يظهر بشكل كويس، يطلع راجل مهاري، راجل سريع، راجل بيعمل استحواذ بشكل كويس. يمكن احنا شفنا في مباراه منتخب مصر احمد فتحي ما كانش عنده واجبات هجوميه خالص. كان حتى الحته الدفاعيه كان واقف، كان دايما يمكن دي تعليمات انه دايما يبقى جنب السردباك، يقابل من متاخر شويه. محمد صلاح يمكن الدور الدفاعي بتاعه ما كانش يعني يمكن مش مطلوب منه دور دفاعي، فالفجوه اللي بين علي وبين محمد صلاح وما بين احمد فتحي دي علي كان دايما يشترك فيها الكوره، فعنده اريحيه ان هو يقدر يروح بوشه ويقدر يعمل استحواذ مع مسانده مع زمايله، فيمكن اللي ساعد علي انه يظهر بشكل كويس في المباراه يعني. انما هنا اعتقد في النادي الاهلي ما بيبقاش عنده المساحات دي كثيره اللي بيستلم فيها الكوره ويروح بوشه ويقدر يتحرك، الا في بعض المباريات اللي بيبقى فيها المساحات يقدر يتحرك فيها يعني. طيب خليني اسال حضرتك بقى على نقطه مهمه. وليد ازارو مهاجم النادي الاهلي الجديد، اكتر حاجه بتميزه ايه من وجهه نظركم الفنيه واللي بناء عليه كان التعاقد معاه؟ يعني انا امبارح كان معايا وكيله قال لي نقطه مهمه جدا، الحقيقه انا اتبسطت ان انتم بتسالوا عليها وبتتكلموا فيها. قال ان النادي الاهلي كان بيستفسر عن مدى امكانيه اللعيب وتحمله للضغوط، وفكره انه هيلعب لنادي جماهيري ونادي كبير زي النادي الاهلي، وبالتالي الاهلي يتعلم من فكره انه ما يجيبش لعيب يبقى شويه مخوخ نفسيا زي الاخ كوليبالي، وتبقى يعني الامور بالنسبه له مختلفه. طيب لا طبعا اكيد في معايير كتيره يعني اكيد في معايير كتيره وده معيار منهم، اللعيب يقدر يلعب تحت ضغط، يقدر يلعب في فرقه بتنافس، يتحمل الضغط الجماهيري، يقدر يتحمل ضغط المباريات. هو بيلعب في منتخب المغرب من هدافين الدوري المغربي، تابعناه بشكل كويس، عنده قدرات، راجل في البوكس، عنده
كبيره، يمكن عشان كده فكرنا ان يكون موجود معانا يعني. هو سترايكر صريح، الاهلي توظيفه ليه كده، مظبوط كده يا كابتن ايوب؟ تمام. طيب هل النادي الاهلي محتاج مهاجمين تانيين ولا لا؟ اعتقد في المرحله دي يعني صعب يعني. صعب كده خلاص، انتم يعني مجموعه طبعا المهاجمين موجودين. عندي سؤال فيما يتعلق بقناعاتكم باجاي كراس حرب. اجاي اثبت الحقيقه يعني خلال الفترات اللي فاتت انه اهل للثقه اللي لما بيتوظف في المكان ده بيبقى كويس. لما بيتوظف لما بيتوظف في المكان ده بيبقى كويس، لانه بيعمل اجاي بيعمل مسانده بشكل كويس، يعني من اللعيبه اللي بتستحوذ يقدر يحتفظ بالكوره بشكل كويس، يقدر يطلع زمايله بشكل كويس، بيلعب على الجون برضه بشكل كويس، بيتحرك بشكل كويس، فلما بنحتاجه في الحته دي صعب يأدي يعني. صحيح. امتى هيرجع الكابتن حسام البدري ان شاء الله؟ ان شاء الله يكون موجود بكره في التمرين، هو راجع الصبح ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب عايز تقول ايه لجماهير النادي الاهلي قبل المباريات المهمه، لا سيما مباراه الوداد؟ وبعدين هبقى اسال حضرتك بقى في جزئيه ليها علاقه بتوقيتات المباريات، لانه كان معايا الحاج عامر حسين دلوقتي على التليفون وكنا بنتكلم في توقيت مباراتكم تحديدا كمان. النادي الاهلي هيلعب يوم 26، ده هيبقى متزامن مع اعياد عيد الفطر. انبي بالظبط كده، مع امبي. وبالتالي فانا كنت اتكلم مع الحاج عامر، قال والله هنبعت للانديه اذا كانوا حابين ان هم يلعبوا، خاصه انتم ماتشكم هيبقى ترجعوا اعتقد يوم 20، ماتشكم ترجعوا يوم 21. احنا ماتشنا 20 هنرجع 21. ترجعوا 21. ان كان في امكانيه ان انتم تلعبوا 24 قبل العيد، هل انتم موافقين ترحبوا بده ولا لا؟ يعني طبعا يعني اكيد لما يبقى في حاجه رسميه ممكن نقعد في جهاز ونتكلم فيها، بس اعتقد ان 24 ده يعني من وجهه نظري هيبقى صعب جدا. يعني انا هرجع 21 يعني هلعب 24، يعني متهيألي ممكن يكون صعب، ولكن مش عارف، ممكن لما تيجي حاجه رسميه